نصول في شهر رمضان قومنا بالحياة والذبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول. نسلك على صدق في سبل الرجال الفهول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفة الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا ولي الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور. آتاكم ما توعدون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا لا إله إلا الله. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. اجعلنا ووالدينا وشيخنا وأهلنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا من أحسن إلينا من خواص أهل لا إله إلا الله. واحشرنا وإياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة وشعور متمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة. اللهم إنا وقفنا في مشهد وليك هذا ولنا حاجات يا الله ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا أمل أملناها ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات، حاجات والدينا جد مشايخنا جد إخواننا من حضر من خاصة من غب عنا، وتعجل لنا ولهم بالمطالب وتبلغنا ولهم جميع المقاصد والآمال. إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. فاتح المسجد شفيع نفسي الله محمد صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواج الذرية والأنصار والصحابة الجميل من سادتنا أولى ومشارك الأرض إلى مغربها بسوس سادتنا أهل المال البقية أهل الذنب الفرد الأجمعين وأهل حضر القلوب من سادتنا من أهل بلده أهل بلد من دار السلام كلهم مجمسوسا صاحب الحضر المقام حبيبنا أحمد بن الأكاف وأبيه وأمه وأولاده وبناته ومشايخه ومشايخه وأقرانه وأحبابه الطلاب وتلامذته كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وسط الجنة. إن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم الدين والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومسلمين جميعا عامة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمنا برحمته. إن الله يدخل في قبرهم روحا ورحمة بشر العمل والفجاة الرضوان جعلكم من الجنان. نسألك يا الله ما سأل بارك الصالحين الذين هؤلاء الرجال أولئك خصوصا من الكعب. أدخل نياتنا في نيات أسلافنا الصالحين جميعا. أعطنا وكرمنا وهب لنا وكرمت أعطيت لبارك الصالحين من ظاهر باطنا في خير العافية جالبة كل خير بيت بشر لكم جسمنا إلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على
الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار طه الرسول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على الصدق في سبل الرجال الفهول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار طه الرسول سبل التقى والهداية أهل سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جعناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم أعطونا وأحبونا طاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم ولا خيبتم ظني فهاشكم وهاشكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم صلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم بركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفة الله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا قرة عين رسول الله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم أهل الكرامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أولياء الله.
السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا نحن إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وأصحابنا وأحبابنا وطلابنا تلامذتنا أهل مجلسنا من أصحابنا ومن أحسن إلينا يا الله وأحبابنا من حضر معنا خاصة ومن غاب عنا من خواص أهل لا إله إلا الله. واحشرنا وإياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الأرواح الباكية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين المؤمنين يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشدكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا. تقضي لنا الحاجات حاجات والدينا مشايخنا ونحبنا وأصحابنا آمين. وتؤجل لنا ولهم بالمطالب وتبلغنا ولهم جميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. تفضل يا إخوان duduk. الله وبركاته. Para asatis Pasiban diharapkan untuk duduk di bagian depan. Ikhwan yang lain boleh naik tapi jangan terlalu depan. Yang di luar masuk ke dalam. Yang di luar masuk ke dalam. Terpal jangan dibentang kecuali sudah dalam penuh baru dibentang terpal di luar. La ilaha illallah. Yang di luar sekali lagi diharapkan untuk masuk ke dalam karena ruangan dalam masih cukup luas. Al-Fatihah wa Yasin wa tahlil wa tasbih wa tahmid wa salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tayassara min al-adhkar wa du'a. Nuhdiha nuqaddim thawab al-qira ila Sayyidina Syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa ashabihi wa ahbabi ajma'in. ثم إلى الركاب تأولي أمقر في مشارق الأرض إلى مغربها برها برها سوسا سارة المقيم نحن الملال بقي أهل زمر في الرقد أجمعين وأهل حضر كلهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع سادة علي أبي ألوي كلهم جميع سوسا سارة أولي أمقر أهل هذا البلد أهل فاري مقدار السلام ومتقدم في هذه الولاية خصوصا سيد المقام الحضر محمد بن محمد حسن أحمد بن حسن الحبشي والهيب عبد الرحمن بن محمد المنور الحبيب بن عبد الله بن سالم الكاف والهيب أحمد بن الكاف الحبيب أحمد بن حسن محمد محسن السقاف وكافة أولئك أتقياء أهل هذه التربة كلهم أجمعين. أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة. أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات ونفعات الدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين عما أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته
إن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار أن الله يتقبل أعمال تجسد أن الله يقضي حاجة الدين الآخرة. نوينا يا ربنا بهذه الزيارة ومن وآباؤنا وأسلافنا الصالحون ومشايخنا أجمعين إن زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم خاص إن زيارة أولياء وصيادك ومن أبو صاحب الوقت وسمن وصاحب الزمن من الزمن الحبيب بنات الأحمد جالبة كل خير من شر المسلمين الشفاء من الدواء والأمراض بن علي بن عبد الله بن حميد وكل من أوصل الشفاء على اتصالها جالبة كل خير من شر إلى حضرة النبي. فاتحة ما جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أمنس أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين لا إله إلا الله 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 لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله على النبي صلاة الله النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحانه يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة آية الكرسي وثلاث مرات ومعاوزة نودي أن يرضى بالله وجميع سائر من مشارق الأرض إلى مغرب باره بارك خصوصا صاحب المقام الحضر في أحمد حسن الحبشي والعبد الرحمن بن منور الحبيب عبد الله بن سالم الكابل الحبيب أنا أحمد بن الكابل في العبد الرحمن الحسن بن محمد بن الله الحبشي والحبيب محمد حسين السقام وكافة أولياء والسلطان لهذه التربة كل من جميعين ووالدين ولكم خاصة عماتنا أمتكم من عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل ووصل تقبل ثواب قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقبر مبارك وفي هذا المجلس المبارك هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى الرسالة أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأزواج رسول الله تخر عمة المؤمنين سيدنا خديجة بكر عائشة رضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمد العباس الحسن حسين علي زين عبد محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي وريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب سيدنا محمد المهاجر الله أحمد بن عيسى وبيد الله سيدنا على خلق قاسم سيدنا محمد صبر المدباد سيدنا أستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم الحبيب علي عم الفقيه وسيدنا حبيب علي وغير الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاب الدرك إمام محمد مولد دويلة سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام شرف الرحمن السقاب والشيخ من محضر سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر حبيب بكر عدن شيخ بكر من سالم والحبيب عقيل من سالم الحبيب عبد الرحمن الطوشي عن ابن بارس
الحداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر الجيلاني شيخ أحمد البداوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم نسوكي أبي حسن الشاذلي شيخ محمد البوصيري صعب برده حبابا شيخ سلطان شيخ أحمد التجاني شيخ سليمان الجزوري محمد حبيب الله إدوس وأصولهم وفروعهم وجنان الله سقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب من سقاب صافي حبيب عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرشه والحبيب أحمد محمد مولى شيخ يوسف عبد العسني والحبيب أحمد بن زين حبيب شيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه أحمد بن مسمين والحبيب حسن بن صلاح البحر الحبيب شيخ عبد الله بن فقيه عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوان حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن حسين حبشي الحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين حبشي والحبيب أبي قدس محمد بن هادي السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن شهاب أحمد محمد مخضار والسنين الحبيب أحمد محسن محمد الله الحدار والسنين الحبيب عبد القريب محمد السقاب الحبيب عبد الرحمن مصطفى المدروس وأصولهم وفروعهم والسنين الحبيب محمد صالح المخضار ومن طارم وأهلا من زنبل سادة علوين الحبيب حسين وكان عبد الله محسن العطاس وأصولهم وفروعهم الحبيب محمد الحداد الحبيب علوي الحبيب حسين محمد الحداد والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد القادر بن السقاب وأصولهم وفروعهم والتسع رحمة الأنفال شيخ بن محمد فقيه حبيب حياه في الأصافي الحبيب محمد بن محمد المحضار والحبيب محمد بن سنان الدروس والحبيب محمد بن حبشي والسنين الحبيب جابر السقاب حبيب علوي بن السقاب والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عبد الله بن علي الحداد والسنين وأصولهم وفروعهم والسنين الحبيب سقاب شيخ علي بن القطب الإمام بكر محمد السقاب حبيب علي محمد حاشم السقاب صالح مسلم عادل حامد والحبيب عبد القادر بن احمد فقيه عبد الله بن عبد القادر بن محمد محسن معبود والحبيب حسن بهالن والحبيب هود بن عبد الله السقاب وصولهم وفروعهم والحبيب احمد محمد الحداد والحبيب محسن العطاس والحبيب علي مسلم الجني الخير وصولهم وفروعهم وسلم الحبيب علي بن الرحمن الحبشي وصولهم وفروعهم والحبيب سالم والحبيب احمد بن علوي الحداد وصولهم وفروعهم جل سادة علوي والحبيب حامد والحبيب حسين بن عثمان الادروس والسنين الحبيب عبد الرحمن مصطفى بن سمين وصولهم وفروعهم والسنين الحبيب حسين بن احمد بركبه وصولهم وفروعهم والحبيب حامد الرحمن السقاب وصولهم وفروعهم والسنين الحبيب هاشم بن حسين مولا خيلا وصوبهم شاطئ والسنين وصولهم وفروعهم والسنين الحبيب حامد بن عبد الرحمن حبيب حامد بن علي بن الله الحداد واخوان حبيب حامد وصولهم وفروعهم والحبيب احمد بن علي بن صالح بن شيخ بكر بن سالم وصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن سالم الكاب شيخ بن احمد بن شهاب الحبيب احمد بن شيخ بن احمد بن شهاب الحبيب عبد الله بن شهاب الحبيب حامد بن شهاب وصولهم وفروعهم والسنين صاحب المقام الحبيب احمد بن حسن ابشي وصولهم وفروعهم وصاحب المقام الحبيب عبد الرحمن محمد النوار وصولهم وفروعهم والسنين الحبيب احمد بن حمد الكاب شيخ حبيب البحسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب بكر بن شهاب ابو بكر الروس والحبيب علي بن محمد النوار وصولهم وفروعهم والحبيب علي بن شيخ السقاب وصولهم وفروعهم ثم الى روم من هذا التربان من سادة علوي كما تقول من سادة علوي ثم الى روم اجتمعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعافهم واجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أولئك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر أسرار ربنا تقبل منا إنك أنت العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. سلام سلام كمسك الختام عليكم وهيبة بنايا
سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيبا بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد سلام سلام كمسك الختام عليكم بنايا كرام فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام أنا عبدكم يا أهيل الوفا وفي قربكم مرهمي والشفاء فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بوصل ولو في المنام سلام سلام كمسك الختام عليكم أهيبا بنايا كرام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعز
دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنا يا كرام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخامر مني جميع العظام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنا يا كرام إذا مر بالقلب ذكر الحبيب اللهم صل وسلم عليه ووادي العقيق وذاك الكثير يميل كماين القضيب الرطيب ويهتز من شوكه والغرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام أموت وما زرت ذاك الفناء وتلك الخيام وفيها المنى ولم أدن يوما مع من دنا للأثم المحيا وشرب المدام سلام سلام كمسك الختام عليكم
حسبي به يا غلام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايبا بنا يا كرام عسى الله يا شفيع قليل الصدود بواصل الحبائب وفك القيود عسى الله يا شفيع غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايبا بنا يا كرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنحيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنحيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنزمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنزمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنزمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لب دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لب دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لب دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا رب دمر اليهود الناكسين للعهود وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين يا الله. وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا الله. وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم سلكت بيد الظالمين يا الله. بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير، حث على التمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة، وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الأعزة، معاشر الإخوان jamaah majlis zikir ziarah seberang ulu rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabb, lakal hamdu ya Allah, terima kasih ya Rabb atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan, dipilih dan dikumpulkan Allah, lalu dimuliakan Allah untuk duduk bersama, menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah, mengagungkan Allah, memuji baginda Rasulullah, bertawasul bermunajat kepada Allah dengan wasilah baginda Nabi Muhammad SAW dan mereka para aulia Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pakai dari doa-doa mereka para aulia, para salihin diijabah sebagaimana Allah mengijabah doa-doa mereka terdahulu. Dan mudah-mudahan ziarah kita muajjal bil bisyarah wal isyarah bi barakati Abi Zahra insyaallah taala. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita lintaskan dalam hati kita, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan dihilangkan Allah, segala kesusahan dimudahkan Allah, dan apa yang kita inginkan keberkahan hidup anak turun kita pun diberikan Allah sampai hari kiamat insyaallah taala. Dan mudah-mudahan apa yang Allah limpahkan kepada aulia salihin di saat mereka berziarah kepada aulia, kepada baginda Rasulullah SAW, Allah pun berikan kepada kita zahiran wa batinan, hissi wa ma'nawi, amin ya rabbal alamin. Ma'asyar ahbab rahimakumullah, sebagaimana kelaziman kita di majlis zikir ziarah Pangulu ini, kita melanjutkan kembali insyaallah pembacaan kitab Ayyuhal Walad sampai kita ke halaman 19 bagian atas wathani. Yang pegang kitab jatli halaman 19 bagian atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darin amin. Wathani mimma tad'u huwa an tahdhara min an takuna wa'idhan wa mudhakkiran لأن فيه آفات كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام يا ابن مريم عظ نفسك فإن تعظت فإيذ الناس وإلا فاستحي من ربك وإن ابتليت بهذا العمل فاخترز عن حصرتين. معاشر الأحباب رحمكم الله. Setelah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang bagi orang-orang yang ditakdirkan Allah, dipilih Allah untuk menjadi penasihat, katakanlah orang-orang yang berilmu, ulama, ustaz, dijelaskan oleh beliau tentang ulama itu seperti tabib, dan orang-orang bodoh itu seperti orang yang punya penyakit. Namun tidaklah setiap orang yang sakit itu nak diobati. Itu khulasa yang kita sudah pernah baca kemarin. Ada yang pacak diobati, ada yang tidak pacak diobati. Yang tidak pacak diobati tinggal ke, jangan buang waktu, tenaga, pikiran kita. Itulah orang-orang yang ahmak, orang-orang yang punya penyakit hasud, dengki. Kalaupun dia bertanya bukan nyari ilmu, bukan nyari petunjuk, tapi sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu dia, dan setiap jawaban yang kita berikan akan ditolak oleh dia. Orang yang seperti itu tidak usah diladeni, ya. Tinggalkan, mending kita ngurusi kalau ada pasien yang pacak sembuh. Kalau sudah pasien lah diponis oleh dokter ini tidak bakal sembuh, bakal nunggu mati beh. Tidak usah buang waktu ngurusi orang seperti itu. Masih banyak pasien lain yang memang butuh disembuhkan, yang mana diumpamakan masih banyak orang-orang bodoh yang mungkin butuh ilmu dan memang mereka meminta ilmu untuk mendapatkan petunjuk. Itu yang kita sibukkan diri kita. Jadi kalau kita nak nyibuk diri kita dengan orang-orang yang memang istirsyad, meminta petunjuk,
datang kepada kita memang nak belajar, duduk, bukan datang untuk berdebat atau mencari celah untuk menjatuhkan kita atau mencarikan orang-orang yang dia tidak senangi. Nah ini kita tinggalkan, ya itu bukan tariqah yang dianjurkan. Nah lalu Imam Ghazali pada kesempatan ini kita baca ikhwan menasihati untuk para dai, para ustaz dan semua kita. Kemarin kita baca di majelis Muarah ya, ketika hadis masuk di situ ad-dinu nasihah, ya ad-dinun nasihah li a'immatin wa ammatihim, artinya memberi nasihat itu ya semua kita ini punya tanggung jawab untuk saling memberi nasihat. Nah di sini memberi nasihat itu adalah suatu hal yang baik, bahkan Rasulullah mengatakan baligh anni walau ayah. Kita tak nunggu jadi ustaz, boleh ngenjuk wong nasihat, boleh ngajari wong ilmu, tapi dengan kapasitas yang memang kita mampu, yang memang kita pahami, kita kuasai. Kita cuma mampu bab tentang wudhu, yang ngajari bab wudhu, jangan ngajari bab sholat jenazah. Ya, kita tahu tentang ilmu pernikahan, tak paham faraid, jangan ngajari faraid. Yang memang kapasitas kita tahu, kita mampu. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, di sini Imam Ghazali menasihati untuk kita semua, ya terutama yang mungkin berstatus sebagai seorang wa'id, seorang ustadz, seorang ulama, atau seorang yang kadang-kadang ditampil untuk memberi ceramah, ya baik di lingkungan kecil ya, ataupun lingkungan besar, di forum-forum sederhana atau forum-forum yang besar. Imam Ghazali mengingatkan, beliau berkata, wathani mimma tada'u huwa an tahdhira min an takuna wa'idan wa mudzakiran li'anna fihi afan katsirah. Lalu beliau mengatakan yang kedua, mimma tad'u huwa an tahdhara min an takuna wa'idan mudzakiran li'anna fihi afan katsirah. Kedua, jangan kita ini ya terlalu melulu nak pengen penceramah. Memang ceramah tu ustaz tu cak lemak ya, maaf ikhwan, wong ceramah banyak. Bahkan wong yang tak ngerti apa-apa, modal cuma do mental, punya keberanian pacak ngoceh, ngapal 2 hadis tampil pucuk mimbar banyak. Bahkan kami menyaksikan banyak di antara mereka tadi naik mimbar dengan bawa kopelan nyampe ke dia tak tahu ilmu, dia tak tahu dasarnya, dia tak tahu penjabarannya, menyampaikan baik. Boleh, memang dalil dia kadang-kadang baligh anni walau ayah, boleh itu yang dilakukan ikhwan, tapi hati-hati kata Imam Ghazali. Hati-hati, banyak keburukannya, banyak mudaratnya. Jadi seorang ulama pemberi nasihat itu jangan kita ladas ceramah sana ceramah sini, kita harus selalu mawas diri. Apa kata Imam Ghazali? Kalau engkau pengen menjadi seorang penasihat, memberikan mauidhah, memberikan teguran, memberi nasihat-nasihat, maka pastikan apa yang kau berikan kepada orang sudah kau amalkan. Apa yang kau nasihat kepada orang kau jalankan, apa yang kau larang kau sudah menjauhinya. Illa an ta'mala bima taqulu awwalan. Hendaklah engkau sebelum kau ngajari wong, gawe ke dulu kata beliau. Ngajari wong tentang sunnah, misal makai siwak kita dewek tak makai siwak, ngajari wong salat berjamaah kita dewek jarang salat berjamaah. Tak mungkin seperti itu. Apapun dari kebaikan, ngajari wong sedekah kita dewek tak pernah bersedekah. Apapun daripada kebaikan. Illa an ta'mala bima taqulu awalan thumma ta'idh bihin nas. Nah, memang ini yang terbaik begini, tapi tidak juga jangan dijadikan hal seperti ini menahan kita untuk berbuat kebaikan atau menyampaikan suatu nasihat. Ya, walaupun maaf, misal contoh baik, kita sebagai mamang masih ngokok, kita masih ngokok, kita juga keponakan kita masih muda-muda lah ngokok, nasihati, tegur, suruh dia stop, walaupun mungkin dia akan ada peluru nembak kita. Mang, nyuruh kami berhenti ngokok, mamang masih ngokok. Ya, tak apa-apa, sampaikan. Nah, bahkan ulama mengatakan yang seperti itu justru jadikan cambuk buat kita. Ketika kita nak menyampaikan suatu nasihat, sementara kita masih melakukan keburukan itu, atau menyampaikan suatu nasihat ngajak orang berbuat kebajikan, kita belum melakukannya, itu akan menjadi cambuk kita. Berpikirlah kita, madai aku nak nyuruh orang, aku dewek belum ngawika. Madai aku nak ngelagang wong, aku dewek belum meninggalkannya. Itu jadi cambuk buat kita. Tapi kalau kita maaf, kita punya penyakit melakukan hal-hal yang buruk, lalu kita lihat ada orang-orang lain yang berbuat buruk juga, kita pengen negur dia, tertahan. Dah lama aku dewek masih ngawi ke? Nak nunggu kita berhenti pegawai buruk baru negur mereka lah, kelebu bareng namanya. Ya, kita sampaikan walaupun memang itu risikonya. Ketika kita masih berlaku buruk, melakukan hal yang buruk, nyuruh berhenti dari berbuat itu, kita akan mendapatkan mungkin yaitu tadi berjuang itu senjata makan Tuhan. Labas, labas.
Namun alangkah indahnya dan memang asarnya beda ikhwan. Ketika seorang itu ngajak orang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, menjalankan sunnah Rasul misalnya, dia sudah ngamalkan, itu asarnya buat orang yang menerima nasihat akan beda. Dibukakan Allah hati orang yang dengar itu langsung terbuka, ngamalkan. Beda dengan orang cuma maaf nyampaikan tapi dia tidak ngamalkan. Ya gulu wala yaf'alu. Itu dah beda. Kita nerimanya beda ikhwan. Antum bisa selidiki kalau antum dengar ada sikap ustaz, sikap kiai, sikap habib, sikap amah. Mengesap kita dengar lemah, bahkan kita langsung termotivasi untuk mengamalkan itu sunnah. Pastikan antum bisa selidiki ini wong insyaallah dia ulang amal ke apa yang dia sampaikan. Tapi ketika kita saksikan wong nunjuk kita nasihat mengenalkan masalah sunnah misalnya tapi kok biasa-biasa gitu. Padahal dia masya Allah menggebu-gebu semangat dia nyampe ke tadi itu. Tapi kita anggap biasa Tidak perlu ente codei tapi ya. Kemungkinan itu orang ya di antara salah satu sebab mungkin dia cuma nyampe tapi tidak mengamalkan. Ya, menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Tapi sekali lagi ikhwan kembali kepada tadi. Bukan berarti kita belum mengamalkan lalu kita tidak boleh menyampaikan. Boleh. Antum belum istiqomah qiyamul lail misalnya sampaikan nasihat, sampaikan fadail-fadailnya. Jangan salah, jangan sampai kita hanya takut nyampaikan kaki aku dituntut, aku belum mengamalkan, aku dah istiqomah lah nyampaikan ke orang lain. Enggak. Sampaikan itu. Ya kita sampaikan dan terjadi kecambuk buat kita. Madai aku nyampaikan aku dah tidak istiqomah. Madai aku nyampaikan aku dah masih ngawi ke gawe dak benar gitu. Jadi nasihat pertama buat kita. Jadi ini nasihat Imam Ghazali benar dan ini sumbernya juga adalah apa yang disampaikan Rasulullah bahkan Al-Qur'an. Kabura maqtan indallah. Allah sangat murka kepada siapa? Wong yang nyampe ke nasihat wong tapi dia tidak ngamalkan. Memang ancamannya luar biasa ya kawan. Wong cuma pacak ngoceh tapi tidak pacak ngamalkan. Itu posisi kalau kita sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai penceramah. Tapi maaf sebagai audiens, sebagai mustami itu jangan dipakai kaidah ini. Kita pakai kaidah yang sering kita dengar, undur ma qal wala tandur man qal. Jingok isi ceramahnya, jangan kau lihat siapa ceramahnya. Siapa yang berceramah jangan kau jingok. Kadang-kadang wong ini makin nasihat kita dia masih ngawi ke. Nah, jangan itu kaidah itu tidak boleh dipakai. Untuk dia harus memperbaiki diri penceramah tadi itu. Ya, karena bahaya kalau kita nasihat orang kita tidak ngamal. Tapi kita yang sebagai mustami ini kawan, ya walaupun ente tahu misal ini jelas ini ustaz ceramah ngajar gitu jangan ngokok, kamu ngokok apa-apa dia dah masih ngokok gitu. Tadi ngokok sama kita. Nah, pacar kita mesti jangan jingok dia, tapi jingok apa isi ceramah. Benar tak kira omongan dia? Benar. Datangnya dari Rasulullah dan ulama, pacar kita ambil posisi itu. Ya, kita ni pacar cuma takoan pula. Akhir nasihati tadi ngokok sama mana. Itulah bogok sama-sama bogok. Kalau yang ada juga memang tipe nasallahu afia, ya masya Allah nikmat ikhwan. Kalau sudah baca ceramah tu, nikmatul kalam asyad min nikmatul batan. Nafsu untuk ceramah untuk ngoceh itu lebih kuat daripada nikmat urusan perut. Nafsu urusan perut ni kalau sudah diisi penuh sudah tak acak lagi. Tapi kalau ceramah, asyik apalagi wong khusuk dengan kita ceramah tambah lagi. Kadang-kadang kita lupa, kita jauh dari apa yang kita sampaikan. Nah ini nasihat untuk kita yang memberi ceramah. Tapi kalau untuk orang yang menerima ceramah, peganglah yang tadi. Undur ma qal, lihat apa yang dia sampaikan. Wala tandur man qal, jangan kau lihat siapa yang ceramah itu. Ya, walaupun kemarin kita tahu memang tukang maksiat hari ini nasihat, bahkan ya banyak salaf mengatakan jangankan dari manusia, dari anjing pun kalau itu nasihat bisa kita manfaatkan kita ambil. Nah beliau mengingatkan kepada kita tentang hal tadi ikhwan. Allah illa an ta'mala bima taqulu. Jangan kau memberikan nasihat kecuali kau sudah mengamalkan. Sebagaimana kau hendaklah kau berpikir dulu kata beliau. Fatafakkar fi ma qila li Isa alaihissalam. Ingat bagaimana Allah pernah menegur Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya bena Maryam, id nafsak. Yang dijabo tolong tenang. Yang dijabo tolong tenang. Ya bena Maryam, id nafsak. Wahai putra Maryam, itu Nabi Allah Isa, nasihatilah diri kau dulu. Nasihatilah diri kau dulu. Fa in ista'atta fa'idnin nas. Kalau kau bisa memanfaatkan nerimo nasihat untuk dirimu dari dirimu sendiri, barulah kau nasihati wong lain. Ini sebenarnya hasya wa kalla Nabi Allah Isa Nabi Allah. Ini nasihat untuk kita sebenarnya. Ya, untuk manusia awam seperti kita. Kalau Nabi Allah jelas ya, beliau ya sumber nasihat, bukan untuk orang memberi nasihat. Tapi Allah nasihatkan ini untuk beliau hakikatnya untuk kita
Kalau kau belum mampu memberikan nasihat untuk dirimu sendiri, fastahi minallah, fastahi min rabbik, maka malulah kau kepada Allah. Wa in ibtulita bihadzal amal, jengok nih Imam Ghazali ngomong, jangan kamu, maaf ya, jangan kamu ladas, oh lemah jadi ustaz ceramah sana sini, terbang sini. Yo, naik pesawat, tunggu disambut, mobil belaka, tinggal di hotel. Ya, maaf, ujung-ujungnya amplop banyak. Hati-hati. Imam Ghazali ngomong itu tuh bala, itu tuh cobaan. Jadi ustaz, jadi kiai ceramah, apalagi ente ngetop panggil sana panggil, itu cobaan. Allah cobaan ikhwan, nanti punya sama ustaz. Cobaan ikhwan. Bukan suatu kenikmatan. Itu juga sampai bilang ngatain fa'in bulita, kalau kau mendapatkan ini cobaan, dalam makna bulita itu biasa untuk sesuatu yang buruk. Fa'in bulita, kalau kau mengalami hal seperti ini, kata beliau, wa in ibtulita bihadzal amal fakhtaris an haslatain, maka jago dirimu dari dua hal. Jago dari dua hal. Kalau kau sudah dipilih Allah, ditentukan Allah menjadi seorang ustaz. Ya, kita lulus dari pesantren, ada yang minta ceramah, pas kita ceramah alhamdulillah bagus, hanya minta lagi uang langgar sana, langgar sini, masya Allah. Sampai maulid di Palembang musim kadang-kadang. 5 langgar maki Ustaz Ahmad kalau. Ya, ustaz lain tak terpaki. Oh, lagi kemingsun uang sama Ustaz Ahmad tadi. Wah, kita jangan bangga, oh, masya Allah. Apalagi kadang-kadang maaf, uang tuanya yang bangga, masya Allah, anak kami ceramah sana, ceramah sini. Ustaz lain dah puluh Allah cak tahun ini. Naudzubillah. Nah, yang pertama apa kata beliau? Anit takallufi fil kalam bi ibarat wal isyarat wat tammatil wal abyad wal asyair, lianna Allah Ta'ala yabghudul mutakallifin al mutakallifil mutajawiz anil had yadullu ala kharrabil batin. Ya Allah, wafatil qalb wa ma'na tadhkir an yadhkur al abdu nar al akhirah wa taqsir nafsihi fi khidmatil khaliq. Nah, hati-hati pertama kata beliau, jauhkan dirimu ketika ceramah anit taklif fil kalam, memaksa diri ngatu ucapan, mencari ibarat-ibarat, cerita-cerita, hadis-hadis, kalam-kalam. Ya, walaupun antum jangan melihat, oh ini ustaz caknya sengaja niat muat biar cantik. Itu jangan, itu urusan ustaz sama Allah. Kadang-kadang orang tuh ngambil masya Allah. Ya. Ibarah-ibarah yang hebat, indah, syair-syair yang indah, bahkan syair yang jarang didengar orang dihafal. Disampaikannya. Ini contoh misalnya baik. Sebenarnya ini ya, jangan kamu juga ada ustaz macam oh baca ini tidak bagus, bukan. Contoh di taklif tuh, kalau dia cari misalnya nih untuk orang yang baru mulai ceramah, Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Woi, pakem ad galau. Ujung carinya salawat kan itu pula. Dicarinya unik, antik ucapan dia tu, antik, unik. Ada enggak syair juga dicari syair sengaja dibuatnya, dirangkainya biar cantik, bukan apa adanya. Bukan apa adanya. Allah tak demen yang macam itu. Beliau katakan Allah tak demen orang yang mengatur-ngatur seperti itu. Tapi balik memang niat ala qadar niat, ikhwan. Tapi sampai maksa itu indah. Bukan dari keindahan itu orang akan terbuka hatinya, ikhwan, tapi keikhlasan hati kita. Keikhlasan kita ketika kita menyampaikan walaupun polos baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Muqaddimahnya pendek ni macam budak baru tamat dari pesantren atau masih belajar, pendek muqaddimahnya. Ini budak pesantren, kami ada tatbikul khitabah di pesantren, mana-mana ada itu. Kadang-kadang masya Allah dia nyari yang unik-unik. Kita belum hafal, dia sudah hafal. Cuma pengen jingok kawannya kalau dia tampil hebat, ibaratnya hebat-hebat, syair ini syair itu, kama gola syair, masya Allah, gola syekh fulan fi fulan, atau macam yang kita tengok sampai menyebutkan sebagai kama gola ulama fi kitabi fulan, di halaman sekian bagi sekian. Kitab itu belum pernah maco, di halaman sekian bagi sekian bab sekian. Kalau Ustaz Adi Dayat memang Allah anjur fadl ya. Ini kita nak cak itu pula. Firman Allah dalam Al-Quran ayat sekian, hadis Bukhari bab sekian, oh detail. Yang tak penting-penting tidak perlu butuh kita sebut ke kalau. Yang seperti itu hindari. Baca amalan lillahi ta'ala. Berilah ungkapan-ungkapan cara penyampaian yang lillahi ta'ala. Ikhlas ini membuka hati orang terbuka. Jangan diawali dengan apa, dicampur dengan hal-hal yang cerita-cerita yang kita paksakan, ibarah-ibarah tadi, untayan-untayan kalimat-kalimat yang dipaksakan. Memang teori dakwah itu macam-macam. Teori dakwah itu macam-macam.
Tinggal intinya baliknya kepada kita. Tujuan kita memakai teori ini, teori ABC ini untuk apa? Ingat ikhwan, usi binasyu ya kubitaqullah, da'i ilallah, bukan da'i ilayyah. Ngajak wong untuk ke jalan Allah, bukan ngajak wong untuk melo ana. Ya. Ud'u ila sabili rabb, bukan ila sabili ana. Kita ni kadang-kadang nasallahu fiya ngajak wong mempercantik cara penyampaian segala macam biar wong demen sama kita. Bukan wong biar wong demen sama kita. Ini di kitab kami ada Maqalah Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini cantik buat kita galau-galau ikhwan. Nah, mek tempelkan di belakang sini ya. Entah kami dapatnya di acara mana, dibagi ke poster ini dulu, sudah lama mungkin. Di sini beliau mengatakan hendaklah tujuanmu adalah untuk menyebarkan ilmu, bukan mengalihkan perhatian orang-orang kepadamu. Ini kata Habib Maliki. Ya, tujuan kau dakwah ngajar sana ngajar bukan nyingok kita senang, melok kita senang. Ya foto kita di mana-mana, setiap gua mau ada gambar kita. Ya, jangan dipaksa kau itu bagi kalau foto itu belum tentu dipasang gua. Tapi kalau sudah insya Allah cinta, foto itu bakal dipasang waktu tambah yang kita nikmati, yang kita harapkan terpasang di hati-hati wong yang Iji bahasa tu bukan punya umat, tapi dia punya dia tak memiliki umat. Oh, Ustaz ini punya umat. Tidak, dia milik umat. Itu yang lebih hebat. Nah, ini Habib Muhammad Al-Maliki mengatakan hendaknya tujuanmu adalah untuk menyebarkan ilmu, bukan mengalihkan perhatian orang kepadamu. Setelah itu jangan kau pedulikan apakah mereka nerimo ataupun berpaling darimu. Kalau kita menyampaikan yang hak-hak, nerimo sudah, tak nerimo sudah. Bahkan kita kadang nyampe ke pecah Quran baru. Tahu Quran bu ikhwan dipakai sago mukanya lagi sip koyak, tidak dipakai mubazir, nak dibuang berdosa. Menyampaikan perkara yang hak itu kadang-kadang repot kita. Apalagi kita yang pertama nyampe ke, sementara yang lain diam galau. Ustaz ini ngado-ngado, yang lain tu dah katik nyampe ke masalah macam ini. Kadang-kadang diungkapkan dari dulu mana ada yang muka masalah ini. Pas kita muka suatu hal yang sebenarnya buruk atau salah. Taib ahbabi ikhwani rahimakumullah. Jadi ketika kita nak ceramah jangan terlalu mengatur-ngatur bahan-bahan nak kita sampaikan, nak diindah-indahkan atau sampai maksa diri. Tidak boleh seperti itu. Lalu beliau mengatakan kalau orang yang seperti itu menunjukkan kalau hatinya kotor, rusak, batinnya rusak. Ceramah yang indah-indah. عن التكليف في الكلام بالعبارة والإشارة والطمات والأبيات والأشعار لأن الله تعالى يبغض المتكلفين. Allah tidak demen orang yang seperti itu. Wal mutakallif mutajawiz anil had yadullu ala kharrabil batin. Orang yang berlebihan dalam masalah ini itu menunjukkan kalau dia punya hati rusak. Wa ghaflatil qalb, dan hatinya lalai. Wa ma'na tadhkir, sesungguhnya kata beliau makna mengingatkan orang adalah an yadhkurul abd naral akhirah, untuk mengingatkan manusia tentang azab Allah, wa taksir nafsihi fi khidmatil khaliq, dan mengingatkan pada dia kalau dia banyak kekurangan di dalam berkhidmah kepada hamba Allah. Tafakkar fi umrihi madiyah, dan mengingatkan orang tentang umur yang lewat. Kemana kita habiskan umur kita, fima afnah alladhi afnahu fima la ya'ni, mengingatkan diri kita dan mengingatkan mereka tentang umur yang terbuang percuma. Wa yatafakkar fima baina yadayhi min al-'aqabat min al-'adam salamati al-iman fi khatimah. Masih mengingatkan manusia tentang agar ingat sama Allah, ingat tentang keadaan nanti meninggal kita su'ul khatimah atau na'udzubillah su'ul khatimah atau husnul khatimah, tentang amal kita ini diterima Allah atau tidak, menjelaskan tentang halal dan haram, menjelaskan tentang hak dan batil, menjelaskan tentang tipu muslihat iblis dalam istilah talbis syaitan. Ini mengenalkan orang yang mana yang baik dan mana yang buruk, mengingatkan tentang hari kiamat, mengingatkan tentang alam kubur, wa kaifiyati halihi fi qabdil malakil maut, bagaimana kaget kalau kita meninggal, apakah kita dalam keadaan baik atau keadaan buruk, wa hal yaqdiru ala jawab munkar, apa kita mampu menjawab dan munkar dan nangkir. Mengingatkan memang hal-hal yang seperti itu. Wa yahtammu bihalihi fil qiyami wa mawaqifiha wa hal ya'buru 'anis sirat saliman am yaqa fil hawiyah.
Nah, pertama sebelum dia mengingatkan orang semua, mengingatkan diri dewek tentang nanti hari kiamat, mana kita dalam kubur, lalu padang mahsyar, kita melewati sirat, selamatkah kita atau kita akan jatuh. Nah, ini kita sampaikan, kita nasihat dulu diri kita tentang ini, baru kita sampaikan kepada orang lain. Wa yastamiru dzikruhu hadhil asya' fi qalbihi fa yuz'ijahu an ghararihi. Jadi ini kita tanamkan pada diri kita dulu, nasihat diri kita dulu, setelah itu baru nanti kita sampaikan kepada orang lain. Faghaliyana hadhihi niran wa nauhatu hadhihi al-masaib yusamma tadhkir. Dan mengingatkan orang tentang hal-hal yang seperti tadi. Ya, seperti antum lihat di kitab-kitab salaf, kitab Imam Haddad, Habib Habaib, Kiai, para ulama salaf kita isinya seperti itu kan. Mengingatkan orang tentang halal dan haram, tentang persiapan hari kiamat, tentang kematian yang tiba-tiba, persiapan kita di alam barzah bagaimana, tentang masalah-masalah yang bisa menghancurkan ibadah kita, mengenai hati kita, dari selamat dari riya, dari ujub, dari takabur, dari semua. Nah, kita membutuhkan ulama-ulama seperti itu, dan sang ulama itu sendiri, apalagi urusan-urusan yang akhirat ini ikhwan, tidak nampak dengan mata kita. Dulu tanamkan keyakinan tentang hal itu, ngajari wong tawakal, tapi kita dewek tidak punya tawakal. Oh, tidak bisa. Ya, kita ngajari tawakal, kita dewek tidak punya tawakal. Bagaimana pernah kita dengar cerita ada seorang syekh ngajari bab tawakal. Luar biasa, dia menjelaskan itu menggebu-gebu hebat sekali, sampai dia mengatakan kalau kita punya tawakal hebat sama Allah, cukup dengan baca bismillah kita pacak nyebrang sungai tanpa jembatan, tanpa perahu. Masya Allah. Muridnya tadi nerima, Masya Allah. Jadi cukup dengan menyebut nama Allah, pacak nyebranglah lahu. Subhanallah, sikap budak ini tinggal di kampung sebelah. Ya, cak kami sana pemulutan nyebrang. Biasa setiap hari naik perahu. Kalau naik jembatan agak jauh dikit. Jadi pas sudah dapat ilmu dari guru tadi, terpatri di hatinya, tertancap di hatinya, meyakini dengan seyakin-yakinnya. Apa yang dikatakan gurunya tadi hak. Kenapa? Yang dibawa nama Allah. Kalau kita yakin, kita tawakal, kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, kita bisa jalan di atas lautan, kita bisa terbang. Wah, hebat dan cara penyampaiannya. Ya kan banyak ustaz itu kan. Ya, ketika sampai kita tadi terdoktrin dengan cara penyampaian dia tadi. Ya, innal bayan las-sihra, karena penyampaian itu membuat kita tersihir. Udah. Budak tadi subhanallah yakin dengan omongan gurunya tadi. Kenapa yakin? Pertama dia husnuzon sama guru, kedua yang dibawa ini nama Allah. Dicoba aja. Balik pas sampai sungai, dia tak nunggu perahu, tak muter jembatan, coba kanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tep banyu tu padat. Tep 2 tapak 3 sampai ke seberang dia. Subhanallah. Woi, benar nian guru aku ni, Masya Allah guru aku ni. Ilmunya pakem nian. Apa yang kau lakukan berhasil. Besok jalan lagi bismillah, tak pakai perahu hanya dia. Tiap hari berjalan pucuk banyu. Cuma kata ngingok. Pas suatu hari murid ini ngundang gurunya untuk ada acara di kampung dia. Diterimanya oleh guru undangan tadi tu. Pergilah guru sama murid-murid sama sang murid tadi. Pas sampai tepi sungai, lewat mana kita? Lewat jembatan jauh. Ada perahu apa? Tidak, pakai perahu guru kata murid tadi. Tak pakai perahu, tak pakai perahu. Jadi mak mana dah pakai perahu? Jembatan jauh. Ya kita berjalan baik pucuknya, kan guru tu lah ngajari. Kan guru tu lah yang ngajari. Ngajari apa? Jalan pucuk baca bismillah baik. Ai kau ni ngaco juga. Ya, dia yang nyampe kata kenya ngaco. Nang ngaco apa dulu? Kan guru pernah ngajari. Kalau nyebrang jalan, kalau kita yakin tawakal sama Allah, baca bismillah, baca berjalan. Laku tiap hari guru katanya. Benar ke gurunya? Benar lah. Benar, memang ajaran guru dia. Kalau guru tak percaya aku prakteknya. Coba kanya bismillah katanya. Tep. Longok gurunya. No kau wali. Payu guru kata murid. Guru balik lagi dah. Guru coba bismillah. Gugub guru. Cuma pacak nyampe ke keyakinan tak pun. Coba guru karena malu tadi. Coba kanya. Tebbles. Nyeblos. Nyeblos masuk. Wah kata ikhwan. Ya. Nah, kita sebagai jamaah majelis, sebagai auden yang dengar ceramah dengan apa? Jangan cudianlah sama guru. Jangan sama penceramah cudian. Jangan cari celah keburukannya. Kadang-kadang maaf jujur ikhwan. Barusan ustaz ditegak.
ngajar kita tentang sunnah Nabi, makan duduk, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Pas habis acara makan, kebetulan sebelah kita minum tangan kiri. Banyak orang kadang-kadang lalai ikhwan, tidak disengaja, refleks ini. Buka botol, paling lemah pakai tangan kanan. Pas buka, langsung. Banyak, anda nyaksikan. Ya, anda buka botol ini keras, pas di muka, tap, langsung. Tidak disadari. Ya. Tidak disadari itu terjadi. Yang bogok itu siapa? Kita. Ngapalah terjengok gawe bogok wong. Ya. Kita ni minta lindung sama Allah. Allah mastur uyuban nas anni wala tadhhib barakatuhum min, ya Allah tutupkan aib manusia ni. Apalagi bahkan sebagian ulama menekan Allah mastur uyuban syekhi masyayikhi anni. Ya Allah tutupkan aib keburukan guru-guruku dari aku. Jangan sampai aku terjengok. Ya, kalau kita sudah terjengok satu aib, satu keburukan dari guru kita, kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, i'tiqad kita, ta'zim kita, ihtiram cinta kita akan berkurang. Makanya jauhkan, jangan sampai ikhwan fuduli. Jadi kalau dong ceramah baliklah kaidah tadi, undur ma qal wala tandur man, jengok isi ceramahnya, jangan jengok siapa yang ceramahnya. Nah ini kadang-kadang sulit memang ikhwan. Tapi insyaallah kita diberikan Allah. Ya, perkara ada seorang ustaz, seorang ulama nyampe ke tapi tidak ngamalkan, bainahu bainallah. Tugas antum apa? Kalau mampu antum ingatkan dia. Ingatkan itu. Ya, misal kebetulan ustaz yang muda, kita lebih tua, kita ada derajat, kita mamang masih ada yang pacak lah, kita bisa nasihati. Tak pacak, angkat tangan, berdoa. Ya Allah berikanlah hidayah sepulang, jangan sampai dia cuma pacak nyampe ke tapi tidak ngamalkan. Ya apalagi bab tawakal ikhwan. Oh itu maaf, bukan orang-orang awam yang sulit menjalaninya, orang yang berilmu pun sulit. Tapi orang-orang yang dipilih Allah mampu, bahkan orang awam yang punya tawakal hebat banyak. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Yang kitabnya ada tanda tolong dipasang di tempatnya. Ini kami baca secara singkat ikhwan karena mengingat waktu juga, dan insyaallah masih ada kesempatan berapa lagi kita zikir ziarah di tempat ini insyaallah taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Taib, kita baca qasidah ya Allah lana bil qabul. Jatuh dibikin halaqah, cucian tangan boleh masuk, nasinya tunggu dulu. Ya. Ada jamaah kita ni ada yang makan tu dianggapnya qasidah ni cak hadro. Kalau hadro memang kita lagi makan dihibur oleh hadro. Jadi kita selesaikan dulu qasidah ya Allah lana bil qabul, ya baru makan masuk nasinya. Cucian tangan tak apa-apa. La ilaha illallah. Lembaran qasidah tadi tolong dikumpulkan lagi kitabnya juga. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul, ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha Rasul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul, ya ألا فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجينا منه المواهب والرضا والقبول يا فارد يا خير تحب لنا كل سول واحتم لنا منك بالحسنى نهار الكفول وحملنا القرب من نقوى اللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإننا تحت بابك نزول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على طه الرسول دفن بابك ولسنا أن ويا
يا الله نحول وظننا فيك وافر والأمل فيه طول وفي نحور الأعادي بك إلهي نسول في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل الرجال الفهول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على